فجأة وهم ماشيين واحد طلع لهم بسكينة، مسك الشيخ أسامة جاد الرب قطعه، بيشيلوا من على أخوه، هوب فضل يخبط في التاني بالسكاكين، موته في الحال. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة قنا، مركز نجع حمادي، قرية اسمها قرية الغربي بهجور أو بهجورة. إيه اللي حصل في قرية الغربي بهجورة؟ إحنا دايما يا جماعة لما بيحصل خلافات بينا بنجيب حد كبير يقعد بينا، يعني واحدة بتخانق مع جوزها، يجي إمام المسجد، صلوا على النبي يا جماعة، قال الله وقال الرسول هن سكن لنا وهن مش عارف ايه، وجعل من انفسكم ازواجا لتسكنوا، ايه الكلام ده كله؟ يا بنتي عيب عشان جوزك وعيالك، ويا بنتي عيب عشان بيتك، وانت يا عم ده الرسول قال رفقا بالقوارير، ويا عم ده هي ده من انفسكم، ويقعد يتكلم في الدين. وشيخ المسجد له هيبه ومكانه كبيره جدا في نفوسنا لا ننكرها. حتى لما بتحصل خلافات بين اتنين من بعض نشوف مين الشخص اللي بنتفق عليه ونقول له هنخليه هو اللي يحكم بيننا. ده اللي متعودين عليه، سواء في وجه بحري او وجه جبلي. حتى لما واحد بيزعل مراته ممكن يقول لك لا ما تروحش لابوها، روح لعمه، عمه ليه كلمه على الكل. ما تروحش لامها، روح لسته، سته تحكمها اكتر من امها. يعني بنشوف مين المؤثر ونروح ليه عشان يخلص المشكله. اتنين اخوات، ده الشيخ أسامة جاد الرب محمود اللي احنا شايفين صورته. الشيخ أسامة جاد الرب محمود ده شيخ أزهري خريج جامعة الأزهر، وراجل شغال في وزارة الأوقاف وبيصلي بالناس الفروض. من يومين رايح يصلي العشاء، من يومين رايح يصلي ويقوم، ده راجل شيخ أزهري وظيفته كده في الأوقاف، رايح يصلي بالناس في الجامع. وهو ماشي اخوه اسمه مصطفى جاد الرب محمود. راح فين يا شيخ اسامه؟ بيقول لاخوه كده لان اخوه راجل ازهري. فقال له راح اصلي العشاء، قال له خدني معاك، قال له متوضي، قال له هتوضى في الجامع. ومشي الاخين مع بعضيهم، امام المسجد الشيخ اسامه واخوه مصطفى ماشيين مع بعضيهم رايحين يصلوا صلاه العشاء. فجأة وهم ماشيين واحد طلع لهم بسكينة، مسك الشيخ أسامة جاد الرب قطعه. عارفين كلمة قطعه دي؟ قطعه بالسكينة، موته في الحال. ومسك في وسط، طبعا ربنا ما يكتب على حد لما يكونوا أخين ماشيين وفجأة ويجي واحد يطعن أخوك، أنت بتبقى واقف غير مدرك هو اللي بيحصل ده. قال اللي بيحصل ده الاخ عبد ما ابتدى انت بتعمل ايه بيشيله من على اخوه، هوب فضل يخبط في التاني بالسكاكين. الشيخ اسامه جاد الرب محمود رحمه الله عليه مات في الحال. الاخ مصطفى جاد الرب بين الحياه والموت وحالته صعبه جدا في العنايه المركزه. طبعا الناس عندنا في القرى والمراكز وده فرض بتاع ربنا، الاذان بيأذن تلقى الناس كلها رايحين يصلوا. يعني احنا للاسف في بعض المساجد بنلقى فيها صف واثنين، في القرى لا، الدين بخير، تلقى الناس بيبقى مالين الجوامع، صلاه ظهر عصر مغرب عشاء حسب الفرض. فالناس لما سمعوا الصرخات جروا، للاسف الواد جري، لكن قدروا الناس يمسكوه بعد طبعا ما جروا وراه لغايه ما تم القبض عليه. جت الشرطه، انت مين يا ابني؟ كانت المفاجأة اللي قتل الشيخ أسامة جاد الرب محمود وحاليا مصطفى جاد الرب اخوه بين الحياة والموت ابن خالتهم. ابن خالتهم اللي عمل فيهم كده، ابن خالتهم. ايوه ابن خالتهم. خلي بالكم الشيخ أسامة جاد الرب واخوه مصطفى
ابن خالتهم وقاعد يطعم فيهم، هم مش عارفين ابن خالتهم بيعمل كده ليه. يعني هم فوجئوا ان اللي بيضرب فيهم ابن خالتهم، وده اللي زود المفاجأة اكتر على مصطفى وهو شاف اخوه مش مصدق ان اللي بيعمل كده ابن خالته، وده اللي خلى مصطفى بيتأخر عن انقاذ اخوه. وفي نفس الوقت مصطفى من دم اخوه قدامه، واللي بيعمل كده ابن خالته ما كانش مصدق، فتلقى عدة طعنات قاتلة هو التاني. من هول المفاجأة ما قدرش يدافع عن نفسه او عن اخوه. جت الشرطة، الواد قال ايوه انا اللي قتلته. ما كانش يعرف ان مصطفى لسه فيه الروح. انا اللي قتلتهم الاثنين، انا معترف، وادي السكينات. طب تعالى. تم القبض عليه، اعترافات تفصيليه، مثل الجريمه، وكانت المفاجاه بقى. تعالى يا ابني، انت قتلت الشيخ اسامه ليه ابن خالتك، وقتلت مصطفى ليه ابن خالتك اللي بين الحياه والموت؟ قال من سنتين انت جاي بتحكي في مشكله بقى لها سنتين. ايوه. ايه اللي حصل من سنتين؟ قال من سنتين اتخانقت انا وابويا. طب يا عم ماله الشيخ اسامه وماله اخوه مصطفى؟ قال لك انا لما اتخانقت مع ابويا قال انا هجيب الشيخ اسامه وهجيب مصطفى يحكم بيني وبينك. زي ما قلت لكم احنا بنرجع للمشايخ دايما، وبالذات في القرى. يعني قريه الغرب بهجوره قريه امام المسجد ليه سلطه روحانيه، كلنا بنسمع كلامه. ده لما واحده بتقع في مشكله بينها وبين جوزها بتروح له البيت، قول لي يا مولانا اتخانقت مع جوزي وعملت كذا، يقول لها صح او غلط او ويتدخل هو. مراتك جت لي البيت وقعدت مع مراتي وانا كلمتها انت مزعلها ليه؟ ومفيش واحد يقدر يزعل امام المسجد. مفيش واحد ليه سلطه روحيه، يعني سلطه المكانه. ده بيصلي بينا في الجامع، ده بيوقف على المنبر يخطب بينا. المنبر ده اللي وقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ده بيوقف على المنبر بيخطب في الناس. فليه مكانه روحيه ما حدش يقدر ينكرها. فالاب لما اتخانق مع ابنه قال له انا هجيب ولاد خالاتك، هجيب الشيخ اسامه اهو راجل بتاع ربنا وخريج ازهر، واجيب مصطفى اقعدهم واحكمهم بيني وبينك. المهم جه الاب والشيخ مصطفى والشيخ اسامه واخوه مصطفى وبيحكم بين الاب وابنه. حصلت وهم بيتكلموا العيال، الواد على صوته على ابوه، راح ابوه قال له اطلع بره. طرده من البيت ورمى له هدومه وقال له اوعى تيجي هنا تاني. لم هدوم الواد وطلع على القاهره. الواد بيقول انا عارف اللي وصل ابويا انه يكرهني ويطردني من البيت من سنتين الشيخ اسامه واخوه مصطفى. مين اللي قال لك كده؟ هم كانوا دايما بيوقعوا بيني وبين ابويا. بقت الشيخ اسامه اللي بيقف على المنبر ويقول قال الله وقال الرسول هيعصي ابوك عليك؟ يا ابني قول لا هو كده. وانا سمعت ان هم اللي بيحرشوا ابويا عشان يطردني من البيت. عشان كده انا بعد سنتين قلت هنزل البلد اخلص عليهم. يعني انت افتكرت مشكله من سنتين عشان تيجي تقتل ولاد خالتك؟ ايه؟ اعترافات تفصيليه ومثل جيم ومش ندمان ان هو قتل الشيخ اسامه، وكان زعلان ان مصطفى في العنايه ممكن ربنا يكتب له عمر الدين. قال لك انا كنت نازل عشان اخلص عليهم الاثنين، هم السبب ان ابويا يطردني من البيت. طب هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد.